هل عمرك شفت السوق بيعمل حركة شكلها مثالي تقول هو ده PO3؟ تدخل بثقة وتتفاجئ انك اتصفيت بسرعة؟ اللي أقولهولك النهاردة ممكن يغير طريقتك في رؤية الشارت تماما. في الحلقة دي هشرح لك أقوى وأخطر نماذج PO3 اللي ممكن تدخل منها بثقة، الطريقة الصحيحة لتحديد نموذج PO3 الحقيقي مش الوهمي، وأخيرا الفرق اللي الناس كلها مستنياه. إيه علاقة PO3 ب AMD؟ وهل هم نفس النموذج ولا لأ؟ خليك معايا لأن دي واحدة من أهم حلقات الكورس. يلا بينا، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقل رب زدني علما. أولا، أقوى نماذج PO3 ومميزاتها. مش كل PO3 بيتساوي، في نماذج PO3 بتكون خطيرة تمهد لانفجار سعري قوي، والنماذج دي ليها سمات واضحة. 1. PO3 داخل الأوردر بلوكس أو Fair Value Gap. لما تلاقي نموذج PO3 بيتكون بالكامل جوه فجوة سعرية أو داخل الأوردر بلوك، دي علامة إن الصعود أو الهبوط اللي جاي هيكون مدفوع من صانع السوق نفسه. 2. PO3 بيكسر سيولة واضحة. أقوى PO3 هو اللي بيبدأ من نقطة كسر لسيولة واضحة، يعني القاع أو القمة اللي بدأت منها المرحلة. 1. Accumulation Distribution تكون فيها سيولة ضخمة. 3. PO3 بيتكون في وقت محدد، جلسات معينة. أفضل النماذج غالبا بتتكون في جلسة لندن أو نيويورك، خصوصا لما يبدأ السوق يخلق ترند عكسي قوي بعد وقت تذبذب. 4. PO3 بيحترم البنية الزمنية، يعني الديستريبيوشن المرحلة 3 يحصل بسرعة وقوة، مش حركة ضعيفة أو بطيئة. لما تشوف 3 عوامل دول مجتمعين اعرف انك قدام PO3 ناضج. ثانيا، ازاي تحدد PO3 بالطريقة الصحيحة؟ في ناس كتير بيشوفوا PO3 لكن ما يعرفوش يحددوا امتى النموذج فعلا بدأ. خلينا اقول لك خطوات بسيطة تحدد بيها النموذج الصح. خلينا في البداية نفهم ان نموذج PO3 بيحصل داخل شمعة واحدة، يعني ممكن يحصل جوه شمعة يومية أو أسبوعية أو حتى شهرية أو على شمعة ال4 ساعات مثلا. ناخد مثال توضيحي. نفترض إن عندنا شمعة صعودية على فريم اليوم. تعالوا نفسر ونقرأ الشمعة دي من الداخل. 1. مرحلة الافتتاح. أول حاجة بتحصل هي افتتاح الشمعة، وبنحدد مكان الافتتاح ده بخط واضح. 2. مرحلة التلاعب manipulation. بعد الافتتاح السوق بيبدأ يعمل خداع أو تلاعب. إزاي؟ السوق بيوهمك إن الاتجاه هابط، فينزل يعمل حركة كسر وهمي للأسفل. الهدف من ده إنه يوقع الناس في فخ البيع ويوصلهم لقناعة إن السوق هينزل أكتر. 3. مرحلة الانفجار distribution. بعد ما يتم اصطياد البائعين وتفعيل أوامر وقف الخسارة، السوق بينفجر للأعلى بقوة، يضرب كل الناس اللي كانت حاطة ستوب لوس فوق القمم. ودي اللحظة اللي احنا بنستهدف ندخل فيها مع الحركة القوية في الاتجاه الصحيح. يضرب كل الناس اللي كانت حاطة ستوب لوس فوق القمم، ودي اللحظة اللي احنا بنستهدف ندخل فيها لزينر مع الحركة القوية في الاتجاه الصحيح. طيب ازاي نربط ده بالفريمات الصغيرة؟ لو نزلت من فريم اليوم ده لفريم ال15 دقيقة أو ال5 دقايق هتلاقي ال3 مراحل دول ظهروا بوضوح. Accumulation التجميع، بيجمع الأوامر فوق وتحت زي ما شرحت في الحلقة السابقة عن PO3 نظريا. Manipulation التلاعب، السوق بيوهمك بحركة كاذبة في الاتجاه المعاكس. Distribution الانفجار، السوق بينطلق في الاتجاه الحقيقي بقوة. اللي عايز أوصله هو إن من خلال شمعة واحدة بس ممكن تلاحظ ال3 مراحل دول بوضوح. الموضوع بسيط جدا، وهدفي إني أخدكم خطوة بخطوة تدريجيا عشان المعلومة توصل بشكل سهل وممتع ومتفكك ومن غير تعقيد. لو كل ده موجود، انت مش بس شايف PO3، انت شايف فرصة حقيقية. ثالثا، الفرق بين PO3 وال AMD. ناس كتير بتتلخبط بين الاتنين وده طبيعي.
لأن الشكل العام ممكن يكون متشابه، لكن اللي فاهم بجد يعرف إن الفرق جوهري وعميق، مش بس في الشكل لكن في النية اللي ورا كل نموذج. أول فرق لازم تفهمه إن ال PO3 ممكن يحصل كله بالكامل داخل شمعة واحدة بس. يعني ممكن تشوف PO3 جوه شمعة يوم، أسبوع، أو حتى شمعة شهرية. إزاي؟ أنت ببساطة بتحدد سعر افتتاح الشمعة وتشوف السوق بيعمل تجميع حوالين السعر ده سواء فوقه أو تحته، وبعدها يدخل في مرحلة التلاعب manipulation علشان يصطاد السيولة، وبعد كده يحصل الانفجار في الاتجاه اللي السوق ناوي عليه. يعني PO3 accumulation manipulation distribution، وكل ده ممكن يحصل جوه شمعة واحدة بس. يعني تخيل انك فاتح شمعة اليوم وشايف ان السعر افتتح عند مستوى معين ويفضل يتحرك حواليه شوية، ده التجميع، وبعدها ينزل يعمل كسر كاذب وياخد قيعان، ده التلاعب، وبعدين يطلع بقوة، دي مرحلة التوسع أو التوزيع. وهنا السحر الحقيقي لل PO3. ممكن تلاقي نموذج كامل ب3 مراحل جوه شمعة واحدة، وده معناه إنك تقدر تستخرج من شمعة واحدة شكل السوق وتحركاته وقصده الكامل. لكن خد بالك، مش لازم دايما تشوف تجميع واضح في ال PO3. في حالات كتير بيكون في حركة سريعة من غير ما تبان مرحلة تجميع تقليدية، ولكن التوقيت اللي حصل فيه التلاعب هو اللي بيحدد إذا كان ده PO3 فعلا ولا لا. وده السبب اللي بيخلي فهم التوقيت تايمينج عنصر أساسي في قراءة PO3، وهنتكلم عن الوقت في الحلقة الجاية. الفكرة إن التلاعب نفسه ممكن يكون هو المفتاح. يعني أحيانا السوق بيمشي على نظافة بدون ما يعمل تجميع كبير، لكن لما تراجع الشمعة هتلاقيه خد سيولة بذكاء في وقت معين، وده كفاية إنه يكون PO3. لكن تعالى بقى لل AMD. ال AMD بيكون مختلف، هو مش شرط يحصل جوه شمعة واحدة، بالعكس في أغلب الأوقات بيتكون من مجموعة شموع. يعني ممكن تشوف مرحلة accumulation على مدار كذا شمعة، وبعدها manipulation يحصل في شمعة واحدة، وبعدها expansion في كذا شمعة تانية. يعني ببساطة كل PO3 هو AMD، لكن مش كل AMD هو PO3. ليه؟ لأن AMD ممكن يحصل على مدى زمني أوسع وفي أكتر من شمعة، يعني محتاج وقت عشان تكتمل مراحله. لكن PO3 تقدر تقرأه وتشتغله من شمعة واحدة بس لو فاهم النية. الخلاصة، لو عايز تعرف انت قدام PO3 ولا AMD، بص على السياق والزمن. لو النموذج متكامل داخل شمعة واحدة غالبا انت قدام PO3. لو النموذج محتاج وقت وعدة شموع علشان يتكون يبقى ده AMD. ودي نقطة مهمة جدا لازم تكون واضحة في دماغك، لأن فيها ناس بتدخل على AMD وكأنهم شايفين PO3، فيضيع منهم التوقيت ويدخلوا متأخر أو في الاتجاه الغلط. ودلوقتي السؤال لحضرتك، بعد ما عرفت أسرار النموذج وحاجات والله بتتقال أول مرة، وبعد ما شفت بنفسك قوة النموذج وتأثيره الحقيقي، هل يا ترى هتستغل النموذج ده صح وهتبدأ تطبق عليه، تشتغل على نفسك، تراجع الشرطات وتعمل باك تيست كتير علشان تشتغل بإيدك وعينك؟ بالبلدي كده، هتستغل النموذج صح ولا هتكون زي ناس كتير تتفرج على الفيديو من هنا وتخرج من هنا؟